متجوز قلت انت الويشي؟ لا والله مانيش متجوز. علاش؟ نصيب يا رجل، نصيب، خديتهم كلهم، خليت لنا شيء هنون انت. اللي يطلع معاي يقول لي راهو ما خليت لنا شيء. لا باي. انت توا نون كل واحد ليه قصدي خريطه مدايره في حياته، فاهم؟ والله نبي ندي معك كلمتين سيريس باش انت تركز معي. انت توا بلغت من العمر رشد باي، وانت ما شاء الله وصل لي قاعده جماهيريه. الناس مش يعني انا من خبرتي البسيطه في الحياه ومن السوشيال ميديا ومن نشوف فيه، فهمت كيف؟ فنبي نعطيك حاجات من انا تعلمتهم. افتح جوله باش ما شو نسمع لو ما تجي انسي. باهي قلت لك من الحاجات اللي أنا تعلمتهم ان الناس ما تحبش الانسان اللي يقعد على الشيء الوحيد، فاهم؟ يعني انك انت تقعد ثابت على الشيء هذا، تقعد تديره كذا. والناس مهما ما كان تبي تعرفك انت شخصيتك الحقيقيه، وانا عارف ان وراك انت، وراء الشخصيه هذه في شيء اساسي حقيقي، يعني في راجل حقاني وطيب والبيتيه. حتى ناهيك انك انت طلعت مع بنات وبصرت وضحكت واحد ممكن انت تشبع فيها امور عاديه، بس في بعض من فئات البشر هنا مش حتحب الشيء هو. لان تقول لك احنا زي ما انت تعرف احنا شعب قبائلي، وعندنا الحشمه وعندنا العيب وعندنا الحاجات هي ما تجيش وما فيش كيف وانك انت تقول لك هذه تحبك وهذه نحبك، وفي اطفال يتفرجوا التيك توك كلها ناس قاصرين، فما فاوريدي هي صارت لقد وقع الفأس في الرأس. ما فيش كيف نرجعوها الا بان احنا نديروا محتوى احلى، نجيبوا الولد اللي جنبنا ذاك اللي يطلع معنا في سنيكرس، عرفتها؟ اكيد اكيد. هذاك يعني. فهمت كيف؟ ندير محتوى في الصحراء جو خبز التنور، نطالع يعني اليوم ورينا حياش الطين، ورينا البساطة الجنوبية، الحاجات هي والله يعني نحبها نعشقها. أنا كنت في ولا نقص كلامك، بيجيني الحوته الفتره القادمه وكنا منسقين الموضوع هذا، بنصوره في الصحراء محتوى ان شاء الله راح يعجب الناس. غير الفتره اللي فاتت هوينا صار موضوع هيك بالبصاره، وبعدين تحول لجديه، وبعدين صارت خيانه وفوت الموضوع. أنت لما تقول خيانة تقصد خيانة هي تعرفت على واحد تاني ولا شيء؟ فهمت؟ بعدين لما تشوف انت الفيديوهات اللي نزلتهم علي تفهم كل شيء انت، وانا مش حاب نرد عليها ولا نتكلم عليها حتى بكلمه. فهمتني ولا؟ فهمتك. بقى يا استاذ، ما هو حتى انت ما تقدرش تلومه، ما انت كل مره طلعنا مع بنت بتقول لك ايه، كل مره طلع لي مع بنت مزوده عليا كذا، ما هي بتجي هيك حتى هي تحسبها، ما احنا بنشوف اللي ليك واللي عليك. لا فما تمام. انت افرض حاط على قناه من القنوات واحده نسال فيها اه تلعب في دور الزوجه اللي تعرف الطيب واللي ما تعرفش الطيب، تمام؟ جو الرومانسيه فتناه. فتو شم فيها انت؟ كان طلعت واحده معاك قلت لها اه تعرفي تديري الاكلات الليبيه، تعرفي العبنبر، تعرفي كذا، شم فيها؟ لا، ما هي مش ينفع، قصدي انت نفهمك حاجه يعني اي بنت تشوفك مع اي بنت تانية وهي البنت هذيك تحبك، فاكيد فيها هلبة حاجات بتقول لك لا وين انا نغير عليك من نسمه، نغير عليك. البنات من طبعهم مغيرات، مش فيها شيء، فيها هلبة حاجات. انت تخيل روحك مثلا صاحبتك او مرتك او صديقتك او خطيبتك طالعه في بت وواحد يسال فيها تعرف تدير على بنبر وكذا، حط روحك في مكانها، كيف حيكون شعورك؟ لا مش نفهمك حاجة فايتة عليك. الموضوع في البداية كان بصارة تسلية. تمام. بعد ما رقدت معايا واحدة لبنانية لقيتها داير الموضوع جد وتهدد وكداو وفوتها مش عارف كلام. فقعدت نقول كيف الموضوع هو اصلا ما كان جدي، لا بيكون جدي. هي تقول هيك بيكون جدي. ما فهمتش يعني هي ممكن لما انت انا فهمت، يعني انت تبي تقول ان هي ممكن
كان الموضوع مش جدي، بس انا لما الناس حبتني وكذا هي بدت تحبني، ولما لقيت ان في اقبال والشهرة والناس يبدوا يطلعوا معي ويحبوني وكذا، هي تبي تحتفظ بيا لنفسها، لكن هي ما كانش هيك هي قصدك، فهمت؟ لما شافتني انا نشرت وكذا فهي بتقعد تكتب بيني انا بالضبط بالضبط. هي جت في اللايف هنا وتكلمت بموجهة رسالة للعالم، قصدي للناس اللي تتفرج علينا. أراه الموضوع البت موجود محفوظ. هي قالت أراه في البداية الموضوع كان مجرد هيك تسلية ومشاهدات، لكن نعترف قدامكم وحلفت بالجلالة. حلفت بالجلالة، قلت لهم راهو الراجل، راهو الموضوع اللي بيني وبينه جدي، وخلاص. هي حطت روحها في المكان اهو. انا ما تكلمتش ولا راح نتكلم عليها بكلمه مش كويسه. انا انسان يخلي قالت الموضوع جدي بقى كويس، يعني هي قالت الموضوع جدي يعني نحبها ونبيه، يعني الموضوع احنا بجديات، ايش المشكلة؟ علاش زعلت؟ لا، قصدي احيانا نتفاجئ انا وياك مثلا متفاهمين على حاجه، الويشي تفاجئني في البت، تحطني في موقف انك لا الموضوع جدي، خلاص ما نقدرش نكذب. أنا ما هو مش جدي يعني انت ما تبيعش يعني. في البدايه ما كانش جدي. باي لما هي قالت، لما طلعت تو في البث وقالت لك هو جدي، انت شن درت؟ اول ما قالت الموضوع جدي وكذا وحلفت، التليفون انطفى. انت انطفى منك ولا من هي ولا من؟ التليفون بروحه، الاضاءه كلها انطفت. وبقى انت شنو ردة فعلك يعني؟ معش قلت لها راهو هون الاضاءه اللي جبتها راهو كلها انطفت، خلي لي بعدين، اجلي الموضوع لبعدين. يعني انت فهمت، وهي قالت ان هي تبيك وكذا موضوع جدي، وانت قعدت حاير مش عارف تجاوب ايه ولا لا، لانك انت مش متاكد من شعورك، ولا انك انت هي تبلت عليك، ولا مش فاهم انا ما انت مش واضح معنا انه هو الاجابه الصريحه، هو انت رافض ولا هي كانت تسليه وهذا لا نقول لك شيء يا لويشي. احيانا انت تكون صادق مع ابن ادم، فهو ما هوش صادق. تمام. انت تو مرتبط بوحده تنشر للعالم مثلا مكالماتك ولا محادثاتك، اسمعوا انا مانيش عدو، انا انسان دفعت عليك، انا انسان خضت حروب لاجلك، لاجل كرامتك، لاجل شرفك. ما تجيش في نهايه الحلقه شوفوا شن قاعد يبعث لي، شوفوا رسائله، شوفوا وراه اصلا عنده عرق من الجزائر، وكأنه تقول فيها وكأن عندي عرق من اليهود. فهمت اللقطة؟ وش المشكلة؟ عادي يقولها شن الجزائر. لا، هي حاطة تصورات في بالها، مانيش عارف، ما فهمتهاش العقلية هذه، ما فهمتها أنا. فهمتني يعني ولا؟ يعني انت لما لقيتها هيك دارت وشنت عليك الحرب وكذا وواحد، فانت قدرت انسحاب بدون سبب. ايوه. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص انت عندك حق، انا احنا ما نلوموكش بدون سبب يا لويشي، وهي الناس شاهدين على القصة من فتح الموضوع، من بعث لي من بعث قصدي من حاب يطلع مع الثاني. تو انت في الخاص، ما احنا باش نكون منصف وحقيقي في الخاص، الهدرزه بتاعتكم كانت يعني انا نبيك بنت الناس وجايك ونبي ماليك ونتوكلوا على الله وانا موتي حوشي هنا في شو اسمه، في مثلا في وباري، كانت هيك الهدرزه واصلين مرحله هي، ولا كانت كلها اتس جاست يعني عم نديروا هيك، تعال نلعبوا، تعال نقولوا هيك؟ في البداية قلت لك الموضوع ما كان جدي، ما كان جدي، كان تسلية وكذا وبعدين هي اعترفت للناس، قلت لهم راهو الراجل دار موقف عمري ما ننساه، دافع علي ودافع عن كرامتي، دافع عن شرفي، فأول إنسان نتعرف عليه يعني
ما يقوليش ابعث لي صورك ولا يدور مكالمة فيديو ولا يدور شيء.